مفاجأة من العيار الثقيل وتصريحات نارية وخطيرة. لكن في الأول كده وقبل ما تعمل حتى لايك، عايز بس أرد على بعض جماهير الهلال السوداني المحترمة. هو ده تيشيرت إيه؟ الهلال السوداني وعلم الهلال السوداني وعلم السودان، وأنت فاهم؟ لكن أنت تدخل تقول لي الصورة البارزة اللي على اليوتيوب معرفش فيها تيشيرت الهلال السعودي أو معرفش علم الهلال السعودي، أنت بتزاولنا يا جماعة. أنا بعمل الصورة من الذكاء الاصطناعي عشان تطلع حلو، وبقول له حطني بصورة تيشيرت الهلال السوداني وكده. هو بقى مش مدرك ده، هو ما بيفهمش كلامي فبيحط. فما تدققش، انت مش داخل عشان الصوره بتاع اليوتيوب، يكفي العناوين اللي عليها، يكفي انت داخل عشان مصطفى جابر وعشان بيتكلم على فريق كبير بحجم الهلال السوداني. فيعني ما تزعلنيش يا زول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بيكم وفيديو جديد كل يوم في نفس التوقيت. لكن انت مش مقصر معايا، انا عارف انت بتخبط اللايك والشير وكومنتات جميله، والله العظيم شكرا، وبحاول ارد عليكم كلكم. لكن في حاجه بس بسيطه للبعض بيبقوا بيتفرجوا عليا وبيدوا لايكات وتعليقات، بس هو ناسي يشترك اصلا في القناه ويفعل زر الجرس، هو ناسي يعمل لي متابعه على الفيسبوك او على التيك توك. فيا ريت المتابعات والاشتراكات مهمه جدا، وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديو اول ما ينزل. بيبقى محتاج زقه جامده بلايكات وشير وتعليقات كتير على قد ما تقدر، ادي تعليقات على قد ما تقدر في الكومنتات. عايز اقول لك ان عبد المنعم الخبير الافريقي والمدير الفني للاتحاد الافريقي ورئيس لجنه التطوير وعضو المكتب التنفيذي السابق بالكاف يفجر مفاجأة من العيار الثقيل. بيقول ايه؟ قال لك لا توجد ورقة رسمية تم ارسالها لرفع الايقاف بتاع مين؟ اللاعب حمزة المساواة، لاعب نهضة بركان اللي اتوقف. ايه ده؟ الخبير الافريقي اللي قال كده؟ كان في لقاء مع الاعلامي محمد شبانة على برنامج نمبر 1 على قناة CBC. انا بجيب لك بالدليل اهو. تصريحات خطيره وناريه. صلى على النبي كده في الكومنتات عليه الصلاه والسلام، واخبط لي اللايك المتين والشير، وتعالى يا زول اكتب لي بس في الكومنتات كده هلالي وافتخر، والزملكاويه برضه زملكاوي وافتخر. الناديين دول لا لا لا، حبايب حبايب عيش. شكرا ليكم والله. طيب، لجان الكاف في ورطه كبيره بسبب شكوى الهلال. انا بجيب لك بقى ابرز عناوينه كده. هذه القضيه فيها ظلم واضح لا يحتمل التفسير وقع على نادي الهلال السوداني. قضايا المنشطات بها محددات واشتراطات كثيرة، لذلك فإن إعلان سقوط لاعب في المنشطات أمر كبير، ولا يجوز لشخص داخل الكاف أن يرفع إيقاف متعلق بالمنشطات من تلقاء نفسه وبدون مبررات وبدون سنائد قانونية. اتصلت بمعتصم جعفر اليوم ووجهته بالاتصال بصورة عاجلة ومباشرة بسمس رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لحل الموضوع، لأنه في حال وصلت هذه القضية لمحكمة التحكيم الرياضية كاس قد يتسبب ذلك في ورطة كبيرة للجنة المختصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وسيؤثر على سمعة الرياضة الأفريقية بصورة عامة، لا سيما في ظل أزمة السنغال والمغرب واللي وصلت أيضا لمحكمة التحكيم الرياضي. ركز عشان الجملتين دول مهمين جدا، الجملتين دول مهمين جدا. فبتمنى ان هم يحلوا الموضوع، وبما يرضي الله الهلال السوداني فايز. الموضوع خلصان كده بالنسبه لي، خلاص يا باشا، خلاص يا باشا. استقبال خاص لموسى كانتي وجان كلود بعد عودتهم الى معسكر الهلال. الهلال بيفتح النار على الكاف وبيؤكد ما حدث سابقه خطيره في قضايا المنشطات. مجلس الهلال بيطعن في قانونيه رفع ايقاف لاعب نهضه بركان وبيطالب بالحياد. الهلال بيحصل على مستندات تعزز موقفه وتورط النهضه في قضيه المساواه. بيان الهلال بيكشف رفع ايقاف حمزه المساوي بناء على رغبه نهضه بركان. كوليبالي بيجرى عمليه جراحيه ناجحه بمستشفى ريال في القاهره. سلامات يا كوليبالي. نادي الهلال يشارك دوله رواندا الذكرى السنويه لضحايا الاباده الجماعيه. كده معظم العناوين خلصت، معظم الكلام اتقال. بحاول ان انا برضو اختصر، ما بحاولش اخلي الفيديو يكون طويل قوي عشان ما حدش يمل، لكن والله الناس اللي بتقعد معايا للاخر دي تتشل على الراس. فانت لو وصلت للدقيقه الرابعه معايا كده، انزل اكتب لي في الكومنتات وقول لي وصلت معاك للنهايه، عشان انا برضو ببقى عايز احفظ اسامي بعض الناس اللي هي دايما مهتمه بالمحتوى بتاعي ومهتمه بمصطفى جابر شخصيا وبتحب تسمعه، مش عشان بس بيتكلم على الهلال السوداني، لا، وهو بيتكلم على الزمالك وعلى خساره الاهلي وعلى تعادل الاهلي النهارده من سيراميكا. انت واخد بالك انت؟ فالناس دي بجد ببقى حابب احفظ اسمها وادخل على الصوره الشخصيه وادخل اشكرهم كمان على الفيسبوك. فبجد والله العظيم تحياتي ليكم وتحياتي لحضراتكم ولكل الناس اللي بتسمع الفيديو الاخر، وان شاء الله مستمرين في دعم الهلال السوداني.